بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. دلوقتي أنا عندي في حاجة دايما بتتكرر. أول حاجة هي طبعا البورت بتاعي اللي هو ال HTTP local host 1337. هتلاحظ وتلاقيه هنا، وهتلاحظ إن هو هتلاقيه هنا. نفس الفكرة لو أنت بدأت تجنريت أكتر من end point أو API عندك في سترابي، هتلاقي ده على طول بيتكرر. فأنا محتاج الموضوع يكون دايناميك شوية. هنا بيجي دور حاجة اسمها ال environment. إيه هي ال environment؟ الانفايرومنت دي بتبقى هنا البورت اللي بيتحط على طول عشان تبدأ ان انت تضيفه بشكل مانوال، عشان على طول هو يسمع مع الاند بوينت بتاعتك. طيب من غير كلام كتير تعال نجربها على طول. لو انا عملت هنا create لفاريبل جديد هسميه على سبيل المثال سترابي بالشكل ده، سترابي API بالشكل ده. هنا هيحتاج مني ان انت تسمي الفاريبل بتاعك، انا هسميه سترابي، وتحط بقى على طول الفاليو بتاع الفاريبل اللي انت لسه مدخله ده. فانا هاخد ده كده كوبي وابدا احطه هنا بالشكل ده. تمام. ولو سمحت ما تحطش سلاش، الافضل طبعا ان انت ما تحطش سلاش، عشان معظم الاند بوينت دايما بتبقى جايه بسلاش هنا، فانت لما تبدا تحطها هنا على طول ما يحصلش كونفليكت. طيب انا مش هحط سلاش، وهعمل هنا سيف من كنترول اس بالشكل ده. طيب وهبدا الغيها من الشكل ده. طيب انا عايز ابدا استخدمها، هدوس كيرلي براكت مرتين، هيبدا يظهر لي كلمه سترابي عندي هنا. مجرد ما انا ادوس عليها هتبدا تتفاعل هنا على طول. لو عملت بس عليها هوفر هيبدا يقول لي ان الفاليو بتاعتها بقى بالشكل ده. هستخدمها هنا وهستخدمها هنا، وهقول سترابي بالشكل ده، وهتبدا ان انت تجنريت الكلام من اول وجديد. طيب انا عايز اعمل يوزر جديد، فانا هسميه تركي. تمام. وهخلي الايميل بتاعي مثلا تركي 11 بدل يو 11 بالشكل ده، واسيب الباسورد زي ما هو. هل هيعمل سكسس؟ عملنا سند، بالفعل عمل سكسس، وادي التركي وادي الايميل بتاعي. طب تعالى نعمل لوجن بقى بالشكل ده. هشيل دي. تمام. وهسجل بالايميل بس، هيعمل لي لوجن. لو سجلت باليوزر نيم هيعمل لي برضو لوجن. يبقى انا نجحت ان انا اعمل الانفايرومنت بتاعتي بشكل تمام.